بسم الله الرحمن الرحيم. وصفتنا حبايبي النهارده ان شاء الله هنعمل فيها صينيه كنافه. لو انت عندك كيس كده من الكنافه موجود عندك في الفريزر من ايام رمضان، يلا طلعيه وتعالي اعملي معايا احلى صينيه كنافه نحلي بيها في صيام عرفه ان شاء الله. الناس اللي هتكون معانا يوم عرفه ان شاء الله كل سنه وانتم طيبين، لو عندها كيس من الكنافه كده في الفريزر طلعيه يلا وهاتيه وتعالي نعمل بيه احلى تحليه لصيام يوم عرفه. هنعمل صينية كنافة سهلة وبسيطة، ومكوناتها هتلاقيها سهلة وبسيطة خالص من بواقي رمضان اللي كانت موجودة عندك، وهنعملها بتكات سهلة وسريعة. بس يلا في الأول كده لايك وشير واشتراك لو انت لسه ما اشتركتيش في القناة، ونشوف هنعملها مع بعض ازاي. انا عندي هنا كيس من الكنافه كان موجود عندي في الفريزر، بطلعه بيكون مجمد شويه، بتقعدي تفتفتي فيه كده لحد ما يفك معاكي خالص. والمهم ان انت تقطعي الكنافه، ممكن تضربيه في الكبه او تقطعيه بايدك زي ما انا عملت كده لحد ما تنعم معايا وتبقى ناعمه خالص. هحط عليها معلقتين من السكر البودره، وده اختياري لو انت حباها مقرمشه شويه، ونحط عليها كوباية من السمنة البلدي. وأساس الوصفة معانا سمنة بلدي، لازم نستخدم سمنة بلدي في الكنافة عشان تديكي نتيجة حلوة وطعم حلو ومميز. ونبدأ ندعك الكنافة بالسكر بالسمنة كويس جدا، ويفضل ان انت تلبسي جوانتي في الوصفة دي، لان الكنافة السمنة بتمسك في الايد كتير جدا وبتكون صراحة مش لطيفة خالص. ونبدأ ندعك مع بعض الكنافة بالسكر بالسمنة، ندعكهم مع بعض كويس جدا لحد ما يمتزج معانا كل الخليط. اتبعي الخطوات اللي انا بقولك عليها، هتطلع معاكي احلى صينيه كنافه بنشتريها من بره بارقام انت هتعمليها في البيت بمنتهى السهوله. عندي صينيه بتاعتي بديها كده سمنه دهنه برضو من السمنه البلدي، وابدا اخد الكنافه بتاعتي دي اقسمها نصين. النص الاول ابدا ان انا احط فيه نص الكنافة اللي احنا دعكناها بالسمنة والسكر زي ما احنا شايفين كده مع بعض، وبعد ما نفردها كويس جدا في الصينية نضغط عليها ضغطة كويسة جدا، ونبدأ نحط لها الحشو بتاعها. لو انتي وصلتي معايا في الفيديو لحد هنا ولسه مشتركتيش معايا في القناة، اشتركي وفعلي زر الجرس على كلمة الاشتراك اللي باللون الأحمر عشان كل ما انزل فيديو جديد يوصلك بيه إشعار، واعملي لي لايك وشير لو عجبك المحتوى بتاعي. طبعا كلنا عندنا كنافة في الفريزر موجودة من رمضان، فنستغلها بقى في صيام يوم عرفة والناس كلها ان شاء الله تكون صايمة، ونعمل منها احلى تحلية. هجيب بقى المكسرات بتاعتي، دي عبارة عن زبيب وجوز الهند وسوداني واي مكسرات موجودة عندك من بواقي رمضان. برضو انا متأكدة ان كل الناس عندها حاجات من بواقي رمضان، ان هي احطها في النص كده، وممكن تعمليها سادة وممكن تحشيها كريمة زي ما تحبي وتفضلي. واخد الجزء اللي فاضل معايا من الكنافة وابدأ ارصه على الوش كده زي ما احنا شايفين مع بعض. واهم حاجة في صينية الكنافة ان انت تضغطيها كويس جدا، كل ما تضغطي في الكنافة تطلع معاكي طعمها حلو وتديكي سمك كويس والمكونات كلها تمتزج مع بعضها. هحط باقي الكنافة على الوش وابدا ابصمها بايدي كويس جدا زي ما هنشوف مع بعض في الفيديو. وصفة سهلة وسريعة خالص لأعمال الكنافة، في ناس كتير بتفشل منها. اتبعي الخطوات اللي انا قلتلك عليها دي ان شاء الله تطلع معاكي احلى صينية كنافة. واهم حاجة تستخدمي سمنة بلدي، لازم طبعا نستخدم في الكنافة سمنة بلدي. وهبدأ اضغط عليها بايدي كويس جدا لحد ما تستوي معايا. في الوقت ده بكون مولعة الفرن على درجة حرارة 200. هتاخد تقريبا معاكي نص ساعة. واعرف ازاي ان هي استوت؟ لما تلاقي الاطراف بتاعتها بدأت تحمر وتفصل من الجوانب، يبقى هي كده استوت معايا. تقريبا بتاخد نص ساعة في الفرن، مقاس الصينية دي بياخد نص ساعة. وده شكلها يا حبيبي بعد ما طلعت معايا من الفرن كانت سخنة جدا. بعمل لها شربات. الشربات طبعا كان موجود عندنا في التلاجة، احنا كنا عاملينه مع بعض، عبارة عن كوباية من السكر على كوباية من المية مع عصرة ليمونة ورشة من الفانيليا، حطيتهم على النار يغلوا. بحسب لها 7 دقايق من بداية الغليان. بس ده بصراحة كان عندي موجود في التلاجة برضو من أيام رمضان. كوباية كده، ولو عايزاها طرية اروح مغطياها، لو عايزاها تطلع معاكي مقرمشة هتسيبيها مكشوفة. تقريبا انا غطيتها تقريبا نص ساعة. وبعد نص ساعة بقى هنقلبها ونستمتع بأحلى صينية كنافة بيتي معمولة بالسمن البلدي، انتي اللي عاملاها في البيت. وكل سنة وانتوا طيبة، وكل سنة وانتوا طيبين بمناسبة العيد الكبير. ويلا لو انتي لسه ما عملتيش كنافة وعندك كيس في الفريزر استغليه واعملي منه أحلى صينية كنافة
كل سنة وانتوا طيبين. وبكده حبايبي تكون وصفتنا خلصت النهاردة. اتمنى اكون قدرت اقدم لك معلومة مفيدة وسهلة وسريعة. اعملي لي لايك وشير واشتركي في القناة لو انت لسه مشتركتيش. هتنزلي تحت على كلمة الاشتراك اللي باللون الاحمر هيطلع لك 3 اختيارات، هتختاري اختيار الكل عشان كل ما انزل فيديو جديد يوصلك بيه اشعار. واعملي لي لايك وشير لو عجبك المحتوى اللي انا بقدمه، وشيري الفيديو مع كل الاصدقاء والاصحاب. واشوفكم في فيديو جديد واقول لك مع السلامة.